صباح الفل يا ست الكل. خدتي على جوزك حكم نفقه وهرب بره البلد، ما تقلقيش، القانون ماسك فيه حتى لو راح المريخ. مش ماشيه معايا خالص. كتير بيظن ان لما الزوج بيسافر خلاص كده مفيش امل، بس الحقيقه غير كده خالص. اكيد في حل. في القانون المصري وبالتحديد في الماده 293 من قانون رقم 58 لسنه 1937 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنه 2018 اللي بتقول لك ايه؟ ما تقولوش. لا هقول له. كل من صدر عليه حكم نهائي بالنفقه وامتنع عن الدفع لمده 3 شهور بعد انذاره يعاقب بالحبس لمده سنه وبالغرامه. بابا ايه ده؟ طيب ولو الزوج سافر او هرب، هنا تطلع له اتفاقيات التعاون القضائي الدولي اللي بتدي للزوجه الحق في تنفيذ الحكم في نفس الدوله اللي هرب ليها الزوج، اصل انتوا اكيد مش بتعملوا كده صح؟ اكيد بتهزوني. زي اتفاقيه الرياض اللي بيننا وبين الدول العربيه مثلا، وكتير من اتفاقيات التعاون القضائي بيننا وبين معظم الدول. هعمل الكلام ده ازاي؟ بالخنصر والبنصر واديها. عن طريق تقديم طلب في مكتب النائب العام مرفق مع الطلب الصيغه التنفيذيه لحكم النفقه واسم الدوله اللي سافر ليها الزوج وعنوان اقامته لو امكن. ومش كده وبس، ده كمان لو ليه اموال او حسابات داخل مصر ممكن تتحجز عليها لصالحك لتنفيذ حكم النفقه. ايه التفكير ده؟ ده تفكير شياطين. الخلاصه، ما تسكتيش على حقك واعرفي ان القانون في صف.